ودلوقتي تعالوا بقى نشوف مع بعض فقرة المواهب، وما أدراكم ما فقرة المواهب. طيب هنبتدي الأول مع الدكتور عبد الرحمن فتحي. فيديو ليه هو بيحلل أسباب تراجع مستوى النادي الأهلي. تعالوا نشوف. السلام عليكم ورحمة الله. أحب أشكر قناة دي ام سي سبورت الداعمة للمواهب وبرنامج تايم أوت. هنتكلم النهارده على أسباب تراجع مستوى الأهلي والتدعيمات المطلوبة خلال الانتقالات الشتوية. أول سبب طبعا هو الإجهاد اللي بيضرب معظم اللعيبة، ويمكن كابتن حسام بدري بيحل المشكلة دي عن طريق سياسة التدوير بين اللعيبة، ودي برضو لها عيوب إن أنا بشوف مفيش ربط بين اللعيبة في معظم الأوقات، لعدم ثبات التشكيل. تاني مشكلة هي مشكلة الكور العرضية اللي شفناها بعد رحيل حجازي مباشرة، لأن سعد سمير مش قادر يؤدي الدور اللي كان بيأديه أحمد حجازي، لدرجه ان احنا الاهلي خسر البطوله الافريقيه عن طريق كورتين عرضيتين، جون هنا في القاهره وجون في المغرب. حتى فرقه الرجاء في الدوري المصري ما جابتش غير 3-4 اجوان، منهم جون في النادي الاهلي من كره عرضيه. المشكله دي قلت شويه لما كابتن حسام ادى فرصه لكابتن الشناوي اللي بيتميز بالخروج الجيد في الكور العرضيه. المشكله اللي بعد كده هي مشكله العمق الدفاعي، ودي بتتحل عن طريق يكون في ربط جيد ما بين قلبي الدفاع اللي هم ايمن اشرف حاليا، نظرا ان هو راجل بيلعب كمدافع حاليا، وما بين سعد. لما لعب نجيب مكان سعد نظرا لاصابه سعد حسينا في غياب الربط. تاني حاجه لازم الاثنين اللي ديفندر معايا يزيدوا مع قلبي الدفاع، وده اللي مؤخرا ما عادش بنشوفه، يمكن بيظهر ما بنشوفوش قوي، او المشكله ما بتبانش قوي في وجود حسام عاشور، لان الراجل بينزل يعمل ستاره قدام خط ظهر النادي الاهلي، لان السوليه حاليا بيأدي واجبات هجوميه كتير وفاقد للبالانس او التوازن ما بين الهجوم والدفاع. بيرجع في اوقات مفروض ما يرجعش فيها، او مش مطلوب منه قوي نرجع فيها، وما بيرجعش في اوقات لازم يرجع فيها. وبوجه شكري مره ثانيه لقناه دي ام سي سبورت. متشكرين يا دكتوره. ومن التحليل بقى تعالوا نشوف